السلام عليكم. صباح شريف. الدنيا زحمة والله، فمعلش إذا كنت بتأخر يعني. طيب سريعا كده، اتكلمنا قبل كده دايما وعمالين نعيد ونزيد في موضوع GRC، حوكمة، نظم رقابة، إدارة مخاطر مؤسسية. سريعا يعني كان في حاجة كده افتكرتها كنت اتكلمت فيها من فترة مع حد، يعني إنه إزاي ربنا خلق جوانا هذا الإطار، خلق جوانا اللي احنا يكون في حاجة اسمها حوكمة، حاجة اسمها نظم رقابة، حاجة اسمها إدارة مخاطر مؤسسية. ده في شكل إيه؟ احنا اتكلمنا قبل كده. حوكمة هي تنظيم العلاقات وحفظ الحقوق في المطلق ما بين كل الأطراف الفاعلة. إذا كان عندنا زي ما كنا بنقول كده، عندنا في جمعية عمومية، في مجلس إدارة، في إدارة تنفيذية، في أطراف خارجية متمثلة في مراقب الحسابات، الجهات الرقابية، وأصحاب المصلحة والمعنيون. اللي بيحصل بقى جوه لو احنا في موضوع الحوكمة دي، ربنا خالقها جوانا ازاي؟ خلي الجمعية العمومية الآخر لأن محتاجة يعني دردشة شوية، ولكن خلينا نقول إن في مجلس إدارة. هذا المخ سبحان الله من ربنا خلقه في جوه مجلس إدارة. مجلس الإدارة ده برضو في فصل ما بينه وبين الإدارة التنفيذية. مين الإدارة التنفيذية؟ حضرتك وكيانك وعقلك الواعي اللي أنت بتاخد بيه قرارات. في حاجات كتير أنت بتعملها من غير ما تحس. في لما يحصل emergency معينة أو ظرف طارئ معين، أنت ساعات بتتحرك بلا إدراك، مش أنت اللي بتتحرك، هو في حاجة جواك بتحركك، بتخليك ترمي كوباية الشاي من ايدك قبل ما تتلسع، وانت ما فكرتش، انت ما لحقتش تفكر. ما مين يفكر؟ في حاجة كده جواك معرفش بقى بيسموها عقل باطن ولا عقل ايه بالظبط، ولكن في مجلس إدارة هو حاطط ثريشولد، حاطط توجهات معينة عايز يحافظ عليك. ولذلك لما يحصل أي ظرف طارئ بتلاقي نفسك بتاخد رياكشن او بتاخد رد فعل انت ما حسبتوش، وانت القرار ده انت فعليا ما خدتوش. امال مين اللي خده؟ في مجلس اداره جواك. هذا المجلس الاداره اللي فوق ده، اللي هو انت مش شايفه كاداره تنفيذيه انت تحت، هو خد قرار ما لانه حاطط ثريشولد معين. فاكرين لما اتكلمنا في اداره المخاطر؟ ففي خطر متحمل وخطر متقبل وخطر غير متحمل اللي هو فوق ريسك كاباستي. فاللي فوق ريسك كاباستي ده مجلس الاداره عارفه، اللي ربنا خلقه جواك باي ذا واي. حلو. وهو بياخد لك في بعض الاوقات قرارات، وبيحدد في حاجات بقى احنا ما بندركهاش، بتحدد توجهاتنا. كل واحد طلع في بلد معينه بدين معين بشكل معين، هو في سيت اب طلع عليه، بقى موجود جوه مجلس الاداره وبيحرك توجهاته واراءه بشكل او باخر. وبعد كده بتنزل في اداره تنفيذيه. هذه الاداره التنفيذيه هو عقلك الواعي بقى اللي انت بتاخد بيه القرارات، وبرضو عندك معتقدات دائما بتبنيها وقيم بتبنيها، بحيث اللي انت بتوجه اعضائك وبتوجه كلامك وبتوجه طريقة تفكيرك وبتوجه افعالك وبتوجه طريقة تعليمك عن طريق هذه المنظومة الواعية اللي انت عارفها، اللي انت بتتحكم فيها كومبليتلي، الا وهي الادارة التنفيذية. هدخل في تفصيل اكتر، بس خلينا نشرح الاطار كله يعني في الحته دي. فقلنا دي الحوكمه. ففي في مجلس اداره ما بيحط ثري شولد لحاجات معينه وتوجهات عامه حضرتك بتتحرك وسطها وما بينها يعني. وفي حاجات ليها علاقه بالاداره التنفيذيه اللي انت عقلك الواعي اللي انت بتشتغل عليه. طب دي الامبريلا، قلنا ايد ورجل دايما الحوكمه ايه؟ اداره المخاطر ونظم الرقابه الداخليه والالتزام. طب إدارة المخاطر، جواك إدارة مخاطر حتى لو لم تدركها، مربطة اهو مع الإيه؟ فإما اللي أنت لما يحصل تضخم، لما تحصل مشكلة في البيت، لما عيالك يعملوا حاجة غلط، لو أنت نفسك في خطر عليك، فأنت بتقعد تقيم هذا الخطر. تقييمك لهذا الخطر ده غصب عنك بتعمله. ما ده زي ما اتكلمنا في إدارة المخاطر المؤسسية قبل كده. فنفس المنهجية بتاعت إدارة اللي هي كوزو 13 المطبقة في البنك المركزي دلوقتي، إحنا بنعملها في حياتنا العادية، بس من غير ما ندرك ان دي منهجيه اصلا بيتم اتباعها يعني، او تم دراستها بشكل او باخر. ولذلك بنيجي في حد معين زي ما قلنا كده. لو بنمسك كوبايه الشاي، فانا ماسك كوبايه شاي، كوبايه الشاي دي سخنه، اما ان كوبايه الشاي دي واصله لدرجه من السخونيه اللي انت مش هتقدر تستحملها، اما ان لا قدر الله حد من اسرتك او حد عزيز عليك هيحصل له حاجه معينه وانت شايف. ففي حاجات هي is not tolerated، يقول لك زيرو توليرنس. زيرو توليرنس يعني لا يمكن تحملها. فاما ان هو مجلس الاداره، شوف على درجه الاهميه، اما مجلس الاداره اللي انت غير مدرك ليه ده بيتدخل بس في الحاجات الضروريه جدا، وتلاقي نفسك رميت الكوبايه من غير ما تحس. لقيت والدتي الله يرحمها، ربنا يرحمها يا رب، وكنت انا وقعت من الشباك الدور الثاني وانا صغير، لولا خالتي كانت نطت ورايا هتقدم ان هي تلحقني. فده ايه؟ ده في مجلس اداره
او مجلس الاداره شاف موقف زيرو توليرنس، فتدخل مره واحده، لقيت نفسك بترمي كوبايه الشاي بشكل او باخر، او ان هي ليست لهذه الدرجه من الخطوره، فبالتالي ساب الموضوع للاداره التنفيذيه اللي هو عقلك الواعي. فابتديت انت تحس تقولي هي سخنه قوي وانت مستحملها، بس انا هقدر استنى لغايه لما اوصل الترابيزه ولا لا. فاما اللي انت وانت ماشي بترميها، او اللي انت لغايه لما توصل وتحطها. مين اللي بيقيم هذا الخطر وبياخد القرار فيه عشان تسستين، عشان تعيش؟ حد بيعدي الشارع، بنت هتنط من على السور، كل الكلام ده مين اللي بيحدده؟ اما مجلس اداره فبيتدخل، بس امتى؟ فاكرين مشاكل الزوجيه لما كنا بنقول ما نتدخلش في اي حاجه، والاب والام او الحما يعني اب وام والزوج والزوجه يعني ما يتدخلوش في كل حاجه، وهم جماعه عموميه كمان مش مجلس اداره. فامتى بتتدخل؟ في الحاجات اللي هي الايه الخطيره جدا، وبعد كده بتنزل انت بقى كإدارة تنفيذية. لو هي مش بهذه الخطورة، فمجلس الإدارة هنا ما تدخلش بشكل انت ما أدركتوش، فانت اللي ايه بتتحكم في إدارة هذه المخاطر لغاية لما توصل. عشان في جوه إدارة المخاطر بقى بناخد قرار زي ما قلنا بقى، اللي هو الجزء الثالث من الحوكمة، ألا وهو الايه نظم الرقابة الداخلية اللي احنا بنشتغل عليه. فنظم الرقابه هي اللي قالت لك هتمسك ازاي، فبتمسك كوبايه من فوق وبتمسك كوبايه من تحت. ليه اللي بيحصل ده؟ انت بتعمل ايه؟ في حوكمه بتقول لك مجلس الاداره لو هو ما تدخلش مره واحده بيديليجيت ليك التدخل، اللي هو كاداره تنفيذيه كعقلك الواعي، ولكن هو حاطط لك محددات برضه، هو مفهمك من غير ما تدرك ان انت ايدك ما تتلسعش ما تتحرقش. فبالتالي هو حاطط لك ثري شولد، بس انت مدرك، انت هنا اللي بتاخد القرار لحد ما. فمسكت الكوبايه لغايه لما وصلت، وقعدت تمسكها من فوق تمسكها من تحت وتجيب حاجه تمسك بيها. انت بتعمل ايه؟ كنترولز، انترنال كنترول سيستم. بتعمل ايه؟ نظم رقابه داخليه عشان تميتيجيت هذه المخاطر، عشان تحقق الحوكمه اللي هي حفظ الحقوق في المطلق. ومن ضمن حفظ الحقوق في المطلق ان انت هتحفظ حقك ان انت تعيش. دي المحددات اللي هو حاططها. مش هطول النهارده في الحته دي، وعايز ادخل فيها في تفاصيل. انا عايز اعمل اسقاط من نظم برضو الاطار العام بتاع الجي ار سي، الحوكمه، نظم الرقابه واداره المخاطر المؤسسيه، على المنظومه القيميه في حياتنا بقى. لان انا يعني ان شاء الله بحضر كده شويه حلقات هتعمل ايه بقى، ازاي الجي ار سي دي نظبطها جوانا وفي تربيه ولادنا، لان هي فيها منظومه قيميه. لو نقول حوكمه ونظم رقابه والتزام، والالتزام ده جواهم كلهم انترنال كنترول سيستم بيحدد ازاي هنعمل هذه المنظومه القيميه اللي موجوده جوانا. ففي حوكمه ليها منظومه قيميه، اداره مخاطر عشان الاقي الفلان ده والله حد عاقل وبيعرف يفكر واقدر اروح له، فانا عايز اطلع ابني كده وعايز اطلع انا نفسي كده. الالتزام بايه؟ بهذه المنظومه القيميه اللي جواها انترنال كنترول سيستم. وهنا نشير حتى لحاجه ليها علاقه، كان كتاب برضو يعني ارشح قراءته، كان اسمه ايموشنال ديسيبلين. وهو كان مصمم هنا الالتزام مش حاجه وحشه. دايما احنا بنقول كلمه ملتزم تحس ان هي حاجه كده معقده خالص، والله لا. هو ملتزم ان هو ينجح على فكره، هو ملتزم ان هو يعيش كويس، ان هو يكون محترم، ان هو يحترم الناس، ان هو يتعلم. ده التزام، احنا محتاجين هذا الالتزام. هو ملتزم ان هو يعرف يتحكم في اعصابه، ويعرف يتحكم في مشاعره، ويعرف ياخد قرارات صحيحه. هو كان الكتاب ده يعني محدد مصمم للناس التريدرز اللي هم بتوع اللي بيضربوا في البورصه وكده، وازاي يكون هو بياخد قراره والزيرو ايموشن. يعني ازاي يعرف يتحكم في قراراته بشكل كبير جدا، فما يعني ما يندركش ورا عواطفه كده. فازاي نحط الثلاثه دول جوه المنظومه القيميه في تربيتنا لعيالنا، ده جانب. وبرده زي ما قلنا كده، ازاي الجي ار سي، الحوكمه ونظم الرقابه واداره المخاطر المؤسسيه، بنعيشها ولازم نعيشها ونستخدمها في البيت والشارع والشغل. فهنتكلم في البيت، في الحياة الزوجية اللي هي مشاكلنا كتير. 50% من المشاكل اللي بتحصل في البيت، النظر المتواضعة واللي احنا شرحناها قبل كده، راجعة لإيه؟ راجعة مفيش المنظومة دي. طب في الشارع والمرور والشوارع والناس اللي بتكسر، مفيش منظومة القيمية، مفيش الثلاث حاجات دول، ولا في إدارة مخاطر، ولا في حوكمة، ولا في التزام، ولا في نظم رقابة داخلية. في الشغل نصنا مش طايق الشغل. ليه؟ بسبب اللي احنا ما عندناش هذه المنظومه، وبسبب ان الشغل نفسها، الشركه نفسها مش مطبقه هذه المنظومه القيميه المتمثله في الحوكمه ونظم الرقابه الداخليه والالتزام واداره المخاطر المؤسسيه. وفي النص كده بنحط ايه؟ انترنال كنترول سيستم، الا وهي نظم الرقابه، الا وهي لو على حياتنا الشخصيه لما هنيجي نتكلم في القصه دي بالتفصيل، دي المنظومه القيميه اللي جوانا. هذه النظم الرقابه الداخليه بتتحط في الشركه، ده الدي ان ايه بتاع الشركه. طب احنا جوانا متربيين على ايه؟ متربيين على نظم رقابه داخليه، شفناها في البيت ومن ابائنا وامهاتنا وبنمارسها يوميا. فلما طلعنا بره البيت في الشارع والشغل ابتدينا ايه؟ نطبقها بشكل كبير. فالموضوع لازم يبتدي من البيت
فيتغرس جوانا، فنبقى في الشارع والشغل كويسين. مش هطول اكتر من كده، وان شاء الله ندخل في التفاصيل دي بعد كده، واحاول ان شاء الله اعملها حلقات يعني لوحدها كده باذن الله. شكرا.